القصه بتاعت النهارده حساسه شويه، ارجوكم وانتوا بتسمعوها ما تطلقوش احكام. انا كنت متجوزه واحد اكبر مني ب 18 سنه، وهو كان متجوز وواخدني انا كزوجه تانية، وكان بيعاملني كويس جدا، واتجوزنا رسمي بس ما سجلش الجواز. ولما سالته طب لو حبيت اخلف، قال لي لو حبيتي تخلفي عادي مفيش مشكله، هنسجل الولد عادي. ولكن بعد فتره من جوازنا ما بقاش يبات معايا خالص، وعلى طول عند مراته، وما كانش بيجي اغلب الوقت عندي غير عشان يقابل اصحابه. هو ليه 3 اصحاب متجوزين، كان بيجيبهم ويقعدوا عندي، وده كان اطول وقت بيقعدوا عندي وهو قاعد مع اصحابه. وانا ما كانش بيجي لي لوحده الا وقت قليل جدا. ولما كنت بساله اشمعنى ليه اصحابك على طول معاك، يقول لي عشان لو مراتي اتصلت تبقى سامعه صوتهم وما تشكش في حاجه. وعرفت كمان انه كان متجوز برضه واحده تاني قبل مني، وان لما مراته عرفت وخربت الدنيا سابها. المهم بعد ما اتجوزنا بشهرين ونص عرفت ان انا حامل. اول ما عرف قال لي تمام مفيش مشكله، ولكن بعدها بحوالي 20 يوم رجع في كلامه وقال لازم ننزله احسن مراتي تعرف وتاخد ولادي مني واولادي يتبهدلوا. في الاول رفضت، كنت متمسكه اني اخلف لاني انا ما عنديش اولاد وهو عنده. قلت له انا هخلي الولد ولو عايز نسقطه هتطلق. راح قال لي ماشي هطلقك. ولقيت نفسي هتبهدل كده بالولد ومش هعرف اسجله، فسمعت كلامه للاسف ونزلت الطفل. وبعدها على طول ما بقاش يهتم بيا ابدا، مع اني كنت تعبانه جدا بعد موضوع السقط. كان بيخلي اصحابه هم اللي يتصلوا بيا ويطمنوا عليا. كان في واحد من اصحابه كان بيتكلم كتير قوي معايا، وكان بيقعد يقول لي ازاي صاحبي سايبك كده لوحدك، مش مفروض يحمد ربنا انه متجوز واحده صغيره وحلوه تهتم بيه كده، ده انت ما فيكيش عيب. وقعد يقنعني ان حياتي مع جوزي هتفضل كده مش هتتغير ولو بعد 100 سنه، لانه بيخاف على مراته وعمره ما هيزعلها ولا عمره هيعمل حاجه تضايقها. وبقى صاحبه بيكلمني طول الوقت وطول النهار وطول الليل. والتاني ما كانش بيهتم بيا خالص، ما بيكلمنيش ابدا بعد ما يخرج من الشغل وطول ما هو في البيت عندها. وطول الازمه دي بعد موضوع السقط وصاحبه هو اللي معايا وهو اللي وقف جنبي، وجوزي مش موجود خالص. لغايه ما جيت في يوم لقيته بيقول لي انا بحبك، وانا الصراحه كان قلبي مال ليه، بس طبعا كنت خايفه لان ده صاحب جوزي. وقلت له مش هينفع، وانت كمان متجوز يعني مش هتقدر تديني اي حاجه زياده عن اللي هو بيديهوني. قال لي لا انا عن نفسي هقول لمراتي مش هعمل حاجه حرام ولا في الدرة، وانا هعرفها من الاول وهتلاقيني على طول معاكي وجنبك. وانا الفتره دي ما كانش فارق معايا اصلا جوزي يجي ولا ما يجيش، الساعتين اللي هو بيجيهم بقى فارق معايا صاحبه اكتر. ومع الوقت بعد 4 شهور من معرفه صاحبه حصل ما بيننا علاقه وقعدنا مع بعض فتره، وبعدها لقيته بيقولي ان هو لازم يسيبني وانه مش هيقدر يكمل معايا، ولمح لي ان جوزي مركب لي كاميرات في الشقه. قلت له انت كذاب، هو جوزي شاف مني ايه عشان يعمل كده ويشك فيا؟ اكيد شاكك فينا احنا الاثنين. قال لي لا ان جوزك بيشك فيكي انت بس عشان بقيتي مش مهتمه بيه. انا ما كنتش مصدقه، ما كنتش عارفه اعمل ايه، وقعدت ادور على الكاميرا دي وما لقيتش حاجه. فقلت لاصحابي، وكان في واحده من اخوات اصحابي ليها في المواضيع دي، جات لي وطفت نور الشقه كله وفتحت الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعها وفضلت تمشي في الشقه كلها لغايه ما لقيت كاميرتين، واحده في الصاله وواحده في مدخل البيت. وطبعا اتضايقت جدا وكلمته وقلت له تعالى انا عرفت موضوع الكاميرات وتعالى ننهي حوارنا ده واديني حقوقي وكل واحد يروح لحاله. ولما جه لقيته بيماطل في حقوقي، فقلت له انا هشتكيك ان انت بتسجل لمراتك في بيتك وانت راجل مريض بتصور مراتك. طبعا هو خاف وطلقني واداني كل حقوقي وانا سبت البيت واستنيت بقى ان صاحبه يتجوزني زي ما قال لي. لقيته جاي بيقول لي احنا نتجوز عرفي الاول وبعد كده رسمي عشان ظروف البيت عنده. قلت له اذا كان انا المره اللي فاتت اتجوزت رسمي واتسقطت واتبهدلت، اجي دلوقتي اتجوز عرفي؟ لا انا عايزه اخلف. قال لي طب اصبري عليا شويه واديني وقت، وانا قلت له تمام. وكان بيجي لي في البيت اللي انا قاعده فيه وكانت علاقتنا ماشيه كويس جدا، ولكن لقيته مره واحده ابتدى يفتعل معايا مشاكل ويعمل لي بلوك ويرجع تاني يشيله من نفسه من غير ما انا اعمل اي حاجه. وبعد كده جه فتره والدي تعب وكان في العنايه المركزه وهو ابتدى يبعد عني وما يهتمش بيا وما كنتش عارفه اعمل ايه. ففوجئت لقيت ان طليقي هو اللي كان بيتصل بيا وبيهتم ووقف جنبي وقال لي انا مش هسيبك، وعرض عليا ان احنا نرجع لبعض. فقلت له لا انا مش هقدر امن لك تاني، انت كنت مركب لي كاميرات وسبتني في اكتر وقت كنت محتاجه لك فيه. المهم قال لي طيب فكري، وكان بيحاول يتقرب ليا. ولما صاحبه عرف ان جوزي عايز يرجع لي اتصل واتخانق معايا وقال لي انا اسيبك شويه ارجع الاقيكي رجعتي لجوزك، واتضايق مني وقفل السكه في وشي وقال لي مش عايز اعرفك تاني. والفتره دي والدي توفى، ولكن جوزي فضل واقف معايا فتره طويله. وعرفت من واحده صاحبتي ان صاحب جوزي حاول يتقرب منها لما كنا طالعين مع بعض مره مصيف كلنا. اختصارا للحته دي، هي كانت طالعه مصيف هي وجوزها واصحاب جوزها ومراتاتهم واصحابها. وعرفت ان في المصيف ده اللي كنا طالعين فيه من فتره كبيره لما كنت لسه متجوزه جوزي ولكني بحب صاحب جوزي واصحابي عارفين ده، حاول يتقرب منها. فانا لما عرفت الكلام ده كنت متضايقه جدا وكانت حالتي النفسيه وحشه بعد وفاه بابا. فرحت اتصلت بيه شتمته وقلت له انا هخرب بيتك وهخرب حياتك زي ما خربت حياتي وزي ما خربت ما بيني وما بين جوزي. ورحت كلمت مراته وعملت معاها مشكله ووقعت ما بينها وما بينه وما بين صاحبه اللي هو طليقي. ولكن بعد فتره عرفت ان انا عملته ده غلط، فحاولت اعتذر له
قصدها على الشخص اللي هي بتحبه اللي هو صاحب جوزها. وقعدت احاول اصالحه وقت طويل لغايه ما رضي عني ورجعنا كويسين تاني مع بعض، لغايه ما في مره كان عندي وحصل ما بيننا علاقه، وبعدها لقيته ماسك موبايلي وبيفتش فيه وبيتلكك على حاجات تافهه جدا وبيقول لي انت وحشه وانت مش كويسه وانا مش عايزه اعرفك تاني، وقطع علاقته بيا. فانا عايزه اعرف دلوقتي هو انا غلط وانا كان في ايدي ناس كويسه وانا اللي ضيعتهم، وهل حد فيهم حبني ولا ما حدش فيهم حبني اصلا وانا كده رخصت نفسي مع صاحبه؟ ده غير صحابي اللي اكتشفت انهم بيتكلموا وحش عليا ومش بيحبوني، وكمان صاحب طليقي واحد تاني غير اللي هي كانت بتحبه، ومراته اللي كنت بفتح ليهم بيتي واتاريهم بيكرهوني وبيتكلموا عليا وحش في ظهري. يا ريت تقولي لي رايك. ودي كانت القصه اللي انا طلبت منكم في بدايتها، ان انتم ما تطلقوش احكام على صاحبتها. كل انسان بيغلط، كل انسان معرض للغلط، وهي غلطت وهي عارفه وحاسه انها غلطت. هي عايزه تفهم بس الحياه عملت معاها كده ليه. انا قلت لها ببساطه وهي هتسمع رايكم، واتمنى الاراء اللي فيها كلمه مفيده هي اللي تستحق انها تتكتب، لكن الكلام الفاضي وقله الادب او النقد او الهجوم بطريقه سفيهه مش هيفيد حد. كل انسان عنده ما يعنيه. انا ببساطه قلت لها لا ده بيحبك ولا ده بيحبك، انت كنتي صفقه رابحه للاتنين، سواء لجوزك اللي اتجوزك في الدره ورفض ان انت تحملي منه وكان قالب البيت زي ما بيقولوا عربخانه او غرزه، حاجه ما ينفعش يعملها في بيته الاصلي مع مراته. عمره ما كان دخل اصحابه بالشكل ده ويقعد يجيبهم ويلعب معاهم ويعمل قعده و في بيته. بيتك انت كان بيت الملذات والمتعه والملاهي، ولا كان بيحبك ولا خد جوازه منك بشكل جد. دي كانت لعبه، كانت تسليه، كانت متعه وقتيه. الساعتين اللي كان بيجيلك يقعد معاكي فيهم مش هم اللي هيخلوا الجوازه دي حقيقيه. وطبعا وده وارد يحصل ان لما اصحابه يحسوا انت ايه بالنسبه له يستغلوا فرصتهم هما كمان لو هما اخلاقهم مهببه، فيدخل لك من الحته دي جوزك مش موجود في فراغ. واحنا عارفين ان في رجاله بتستغل الثغرات دي كتير. اول ما يحسوا ان الست جوزها بعيد عنها شويه مش موجود بشكل دائم، هوب يدخل يحاول يكتسب اي بقى مكاسب من الموضوع ده. وهنا ده صاحب جوزك، يعني وجوده في حياتك جوزك اداله شرعيه ومبرر، فدخلها من الحته دي وهي غلطت وسابت له المساحه مفتوحه لان هي مش حاسه ان هي في علاقه زواج حقيقيه فغلطت. مش ببرر لها، لكن انا بشرح الوضع. مفيش تبرير ابدا للخيانه، والنتيجه ان ده اللي حصل. كل الامور اتعكت في بعضها، كل حاجه باظت، لا نفع ده ولا نفع ده، لا ده كان بيحبها ولا ده كان بيحبها. ده انا شكيت لوهله واللحظه ان الاتنين عارفين بالامر وكانوا بيشقطوها لبعض. في جزء مفقود وغامض في النص الحكايه. قالت لي طب اصحابها ليه عملوا معاك كده؟ وليه صاحبه التاني ومراته عملوا معاك كده؟ طب ببساطه صاحب جوزك التاني ومراته اللي انت فتحت لهم بيتك بعد كده اكتشفت ان هم مش بيحبوكي بيتكلموا عليكي وحش، تخيلي ان مرات صاحبه دي اللي بتيجي حتى عندك البيت وشايفه ان انت خدتي راجل من مراته وعايشه معاه في الدره مستخبيه وعامله بيتك مشاع للجميع، اكيد هي مش هتحبك حتى لو بينت لك كده قدامك، لكن من وراكي هي تخاف على جوزها منك. وكذلك اصحابك اللي انت امنتيهم على سر ان انت بتحبي صاحب جوزك، هم من وجهه نظرهم وشايفين من حته تانية خالص ان انت كده مالكيش امان، انت مع ده وده في نفس الوقت. انت ما كانش ليكي الحق انك تزعلي لما عرفتي ان صاحب جوزك بيعكس واحده من صاحباتك. طب حطي نفسك كده مكان جوزك لما شك ان في حاجه بينهم وبين صاحبه. هي دايره كلها معكوكه نتيجه قرار غلط ورا قرار غلط ورا قرار غلط. الانسان يكفي ان هو ساعات يرتكب غلط واحد كبير ويبتدي ينزل بقى ياخد وراه قرار في التاني في التالت. الاول ان انت تتجوزي واحد اكبر منك ب 18 سنه، فرق كبير. وحياه في السر معناها ان انت اداه للمتعه، والجوازه دي جوازه متعه مش اكتر. بعد كده وراها البيت. انت افتكرتي في ستات بتفتكر كتير قوي انها لما تلبي الطلبات لجوازها بهذا الشكل يبقى هي كده ست زي الفل، كده ست تمام. مش بيبقوا واخدين بالهم ان هم مش مهمين قوي لازواجهم. لما يجي يقعد الوقت طويل، اكتر وقت يقعدوا معاكي هو الوقت اللي اصحابه فيه موجودين، اذا اصحابه اهم منك. وبعد كده ندخل على الغلطه اللي بعديها، لما عرفت صاحبه او سابته يدخل من المدخل ده. هو الانسان يكفيه ساعات غلطه كبيره ما يحاولش يتداركها فينزل بعد كده في غلطات تانية وثالثه ورابعه وخامسه. كلامي النهائي والاخير وفي انتظار ارائكم، لا الشخص ده هينفعها ولا ده، لا ده يلزمها ولا عمره كان هيتجوزها اطلاقا. مش ممكن كان هيتجوزها، هو مش في حاجه انه هيتجوزها لانه خد منها كل اللي هو عايزه بدون جواز، فمش ممكن هيتجوزها ومش ممكن هيأمن لها لانه عارف ان هي خانت صاحبه معاه، فهيعتقد ان هي هتعمل كده مع كل حد يدخل حياتهم او من بره حياته. فعشان تكسبي نفسك كإنسان من اول وجديد وتحسي ان انت ممكن تغيري مسار حياتك، ابعدي عن ده وعن ده وابدأي حياه جديده بتفكير جديد بوعي جديد بتدارك للاخطاء بمعرفه ان انا غلطت غلط كبير واخدت قرارات غلط كتيره. واول حد اتاذى من القرارات الغلط دي هو انا. انتي اكتر حد اذى نفسه قبل ما يأذيكي الاخرين. هما الاخرين اذوكي عشان انتي اولا اذيتي نفسك. فمن هنا وضع الستوب وبداية حياة جديدة بطريقة جديدة بقرارات جديدة بعيدا عن كل الوغش ده هو الحل الأمثل. وفي النهاية هي في انتظار آرائكم.
وتنويه أخير: جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها أي حد غيري، ولا يتم نشرها إلا بموافقة صاحبها أو طلبه هو شخصيا. في النهاية كانت معكم فيبي أنور، سيناريستاية، ويومكم سعيد.